هنعمل مع بعض النهاردة سندوتش جميل وسهل وبسيط واولادنا كمان هيحبوه. سندوتش الفراخ الكريسبي المقرمش. طبعا اولادنا حبايبنا اخدوا الاجازة، فبيبقى عايزين يخرجوا سواء معانا بقى او مع اصحابهم علشان يتفسحوا ويغيروا المود بتاعهم وضغط المذاكرة. وطبيعي لما يخرجوا فبنتدبس يا اما في غدوة او عشوة او نطلب تيك اواي. ما بنرضاش والله نزعلهم او نقصر معاهم حتى لو بحاجة بسيطة كمكافأة ليهم على تعبهم وتشجيعا ليهم على مذاكرتهم وتعبهم في المذاكرة. فهنلاقي مفيش غير حاجتين الولاد بيحبوها جدا وبيطلبوها، يا اما البيتزا او سندوتشات الفراخ الكريسبي المقرمشة. فانا قلت لا يا لولو، انا هعمل لكم اجمل سندوتشات فراخ كريسبي في البيت ونسهر سهرة حلوة كده مع بعض. وعملت السندوتش الجميل ده حاجة نظيفة ومضمونة ومعمولة قدام عينينا. طبعا احنا ياما بنقرأ وبنسمع عن اكل المطاعم بيتعمل ازاي ومكوناته ايه، فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل من اكل بره. فقلت هصور الفيديو ده علشان اللي حابة تاخد فكرة وتعمله لأولادها. صدقوني الحاجة هتبقى معمولة قدام عينيكي، حاجة نظيفة وحاجة مضمونة وأرخص كتير من بره طبعا. يعني شوفي دلوقتي أقل سعر ساندويتش هيبقى بكام، الأسعار كلها بقت عالية جدا. تمام. بصي بقى يا حبيبة قلبي، المقادير سهلة جدا وبسيطة وكمان هترمي معاكي كمية كبيرة قوي. هنجيب نص كيلو بانيه او اكتر على حسب ما انت عايزه، بس بتقولي للمحل ان هو يقطعهولك تخين او وسط، بلاش يكون رفيع علشان ما ينشفش منك. ممكن انت كمان تجيبي الصدر كله بحاله يعني وتقطعيه في البيت قطع صغيره او ستريبس زي ما تحبي. اول حاجه بتغسليه كويس جدا وبعد كده بنقطعه على حسب ما انت عايزه القطع اللي انت عايزاها. وبعد كده بنحضر التتبيله. انا طبعا كنت محضراه ومتبلاه علشان ما اطولش عليكم في الفيديو. والتتبيله كانت عباره عن معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره بصل باودر، معلقه صغيره جنزبيل، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ونص معلقة صغيرة كركم، وبهارات فراخ وملح وفلفل، ومعلقة صغيرة من بودرة الماجي. دي بتدي طعم حلو قوي يا جماعة وهي موجودة عند العطار. ولو حابة الاكل يبقى سبايسي بتحط شطة زي ما انت عايزة. ونص معلقة صغيرة كزبرة، ونقلب البهارات دي كلها. وبنحط ربع كوباية مية، بلاش لبن علشان اللبن بيخلي الفراخ تطرى معانا بس. ونقلبهم كلهم ونحط قطع الستريبس اللي احنا مقطعينها او البانيه زي ما انت عايزة، ونسيبها ساعة ساعتين. يعني كل ما تقعد اكتر في التتبيلة بتشرب اكتر من الطعم. نيجي بقى للكفر اللي بره اللي بيخلي الفراخ مقرمشه معايا ومن غير بيض ولا لبن ولا اي حاجه خالص. دي طريقتي وما بغيرهاش سواء هعمل بانيه او ستريبس. بجيب بوله واحط فيها كوبايه دقيق، ولو الكميه اكتر بتضاعف الدقيق طبعا. واحط عليه 3 معالق نشا كبار ومعلقه كبيره بيكنج باودر وملح وفلفل وبهارات وكركم، يعني بنطعم الدقيق علشان ما يبقاش دلع. ونجيبهم كده وننزل عليهم بشوية مية صغيرين شوية شوية، وافرك الدقيق بصوابعي واقلبهم زي ما انتم شايفين كده. لازم يبقى فيه قطع زي ما انتم شايفين، قطع. نفرك بصوابعنا الدقيق كويس لحد ما نوصل للشكل ده زي ما انتم شايفين كده. نحس ان هي قطع رفيعة، هي دي اللي بتديني الكفر من بره، الكفر الكريسبي. بجيب قطع الفراخ ونغلفها من كل حتة كده. شايفين شكلها تحفة وفيها الكرمشة بتاعت الفراخ اللي بنجيبها من بره واحلى كمان. ونفضل نغلف باقي الكمية. وعايزة اقولك النص كيلو بانيه بيرمي معاكي كتير قوي وبيعمل لك كذا ساندويتش. والنص كيلو بانيه دلوقتي سعره من 80 ل 90 جنيه وهيعمل لك كمية كبيرة قوي من الساندوتشات. شوفي بره دلوقتي الساندوتش لوحده عامل كام. وهنكون مجهزين طاسة وفيها زيت غزير على النار ويكون سخن، وننزل بقطع الفراخ وما نقلبهاش على طول، ونهدي النار شوية لحد ما تستوي وتاخد اللون الذهبي الجميل. وده شكلها بعد ما استوت، كريسبي قوي من بره ونبصي كمان من جوه طرية ومتبلة وجميلة وتحفة. شكلها لوحده يفتح النفس.
بعد كده بنجيب العيش الكايزر. مش عارفة يا جماعة والله هو ماله اتسخط كده ليه، يعني بقى غالي وكش في نفس الوقت. والله الحاجة بقت غالية جدا وفي نفس الوقت بركتها قلت. يلا ما علينا. نيجي بقى هنا وندلع السندوتش بتاعنا. هنحط شرايح الكابوتشي وقطع الفراخ الكريسبي. تحطي بقى خيار، تحطي فلفل لو حابة، ممكن كمان هالبينو، ممكن كمان خيار مخلل، زي ما انت عايزة. دلعي فيه بقى على قد ما تقدري علشان الاولاد يتبسطوا. وبعد كده نحط الكاتشب والمايونيز، ممكن مستردة كمان لو حابة. انا عندي ازازة الكاتشب اهي، بس بفضل الاكياس، بتكون سريعة وسهلة للاطفال لو هم حابين يعملوا معاكي الساندوتش. بنفتحها وبيستعملوها على طول. اهو ساندوتش تحفة وسهل وبسيط. ولو حابة تحطي قطعتين فوق بعض، حابة تفصلي الكايزر عن بعضه وتعملي كذا طبقة براحتك، اللي بتفضليه واللي اولادك بيحبوه. بس انا بفضل انه يكون كده علشان الاولاد تعرف تمسكه، وهتعملي احلى ساندوتش. وكمان هيبقى عندك كمية كتير من النص كيلو. ممكن تشيليها في الفريزر عادي وتخرجيها في اي وقت تعملي لهم احلى سندوتشات، او ممكن جنب شوية رز بسمتي وصحتين وعافية. يلا يا مامز قومي جربي وقوليلي في الكومنتس ايه رأيك. هتعمل لهم حاجة بسيطة ونضيفة وعلى قد ايدينا، وفي نفس الوقت هنسعد اولادنا ونعيشهم جو المطاعم في البيت، وصحتنا وصحة اولادنا بالدنيا والله يا جماعة. وتسلمولي كلكم على تعليقاتكم الجميلة. يلا اللي نسي يحط اللايك الجميل بتاعه يحطه، وسبسكرايب وشير علشان يوصل لكم كل جديد. ودمتم سالمين.